خدنا كل الأقسام أتكلم عن قسمي بقى. أنا شُفت نفسي إن أنا لسه مش صالحة إن أتكلم على القسم كoverview، فاخترت إن أنا أكلم بنوتة من الخريجين وتبعت لي قصتها في القسم. البنوتة بتقول لي إن أنا كنت عكس الكل، أنا كنت داخلة كلية ثروة سمكية وعارفة هُم بيدرسوا إيه وعايزين يوصلوا لإيه، ودخلت قسم الاستزراع المائي، وعلى العكس أنا كنت حابة القسم بتاعي وعارفة إحنا بندرس إيه. بتقول إن إحنا بندرس كل حاجة في تأسيس مزرعة، من أول اختيار المزرعة واتجاهاتها ومكانها والتربة اللي هاعمل فيها المزرعة، المزرعة دي هتبقى داخلية أو خارجية، ومن قسم بيئة تحليلات المَيّة من pH وأمونيا وdissolved oxygen وحاجات كتير أوي. ولمّا دخلت القسم ما لقيتش إن أنا مش مهندسة بالكلمة، لأ، ده أنا كمان كنت باخد حاجات في أمراض أسماك، ودكاترة أصلًا أمراض أسماك جايين لنا من بيطري وزراعة، ولقيتني برضه مش بادرس حاجات بس عن أمراض، لقيتني بادرس إن أنا باخد تفريخ الأسماك وتغذية الأسماك. فأنا كل اللي أنا كنت باخده كنت حاجات تبع الأحياء أكتر، ودي كانت دراستي أيام الثانوي. أنا كنت طالبة علمي علوم وكنت باحب الأحياء. لمّا دخلت برضه سنة أولى لقيتني بادرس فسيولوجي وبيولوجي، فده فرق معايا جدًا إن أنا كنت باحب الكلية والتخصصات بتاعتي ودراستي. ولمّا اتخرجت قالت لي إن هي already نزلت تدريب في معامل تحاليل، ومتاح لها إن هي تشتغل في الmedical وفي كل حاجة related بالكيميا والفسيولوجي والبيولوجي، لإن إحنا بندرس في قسم الاستزراع كل ده، غير كمان إن إحنا بندرس من أقسام تانية زي ما زمايلي قالوا. بندرس من قسم الاقتصاد والتنمية البشرية، ولينا مواد ثابتة بناخدها كل ترم أو كل سنة، وبندرس كمان مواد تصنيع من جودة وتبريد وتجميد، وإزاي آخد مايكروبيولوجيا الكائنات الحية اللي موجودة على السمك وهكذا. تاني قسم كنت باخده هو قسم هندسة. قسم هندسة اللي أخدت منه هندسة تصنيع الأعلاف وهندسة الاستزراع المائي من مكن ومضخات وموصلات للمَيّة وانحرافات الأحواض وإزاي أعمل حوض من الفايبر جلاس وحاجات كتير أوي. فاحنا طالعين مؤهلين لسوق العمل ان احنا نشتغل في اي حاجه في الميه او اي حاجه في الاستزراع المائي. انت كل حاجه، لا اقسامنا متقسمه ان انت تاخد قسم امراض بس او بايوتكنولوجي بس او تصنيع بس، لا، هو قسم استزراع بياخد كل الاقسام دي علشان يطلع جاهز لسوق العمل في كل حاجه. وفي النهايه حبيت اقول ان كل الاقسام متساويه، مفيش قسم احسن من التاني، في قسم انت مايل له اكتر من التاني على حسب ميولك وحبك للمواد اللي موجوده في القسم، وحبك اصلا ان انت لما هتتخرج هتبقى ايه من القسم ده. فبتوع علم رياضه بيميلوا اكتر قسم الهندسه وقسم الملاحه، اما بتوع علم علوم اللي بيحبوا الكيمياء والفيزياء والطبيعه فبيميلوا اكتر لقسم سلامه مياه او سلامه بحريه. وطبعا اللي بيميلوا للاحياء والاستزراع وبيميلوا كمان للتفريخ والتكاثر وشغل البيولوجي ده فبيروحوا للاستزراع المائي. واللي ليهم في السبيشيز وان هم يتعرفوا على السبيشيز المختلفه وان هم يشرحوا السمك ويعرفوا المواسم بتاعة تكاثر السمك في المية وأعدادها وقلت ولا زادت وطرق الصيد وكل ده، فبيخش قسم مصايد. وانت في ايدك اللي تختار هتخش انهي قسم وهتختار الكلية على انهي اساس. واتمنى اكون ان انا غطيت الموضوع كمجمل، وفي الاخر احب اقول لكم سلام.